الخطوبات طبعا بشكر المدام بتاعتي المهندسه داليا احمد. هي صاحبه الديكور، وهي اللي يعني هي اللي كانت ماسكه كل حاجه في الديكور. بصراحه ان انا كنت مهتم بفرع التجمع، وهي كانت مسؤوله عنه الحمد لله. فهي كان لذيذ يعني، ما خدناش وقت فيه يعني، اقل من شهر الحمد لله. كانت سريعه جدا جدا يعني، هي نفذت كل الحاجات بسرعه. وفي نفس الوقت بشكر طبعا مدام تاني عشان هي اللي واقفه في ظهري، وهي طبعا هي اللي واقفه في ظهري طبعا، واقفه معايا في السنتر، وواقفه معايا. هي اصلا مهندسه بس انا مدخلها المجال معايا، والحمد لله اللي احنا وصلنا للحاجه دي. وفي نفس الوقت احنا عاملين الفرع ده لاهل اكتوبر واهل اسكندريه والمهندسين والزمالك، عشان خاطر احنا بيجي لنا عملاء كتيره من زايد ومن اسكندريه ومهندسين، فقلنا نوفر عليهم المشوار اللي هو في تجمع خامس. احنا فرعنا كان بعيد عليهم، بس كانوا قرب لهم طبعا، اوفر لهم المسافه طبعا. يعني كان كل الناس بيجي لنا من اسكندريه، بيجي لنا من اكتوبر، بيجي لنا من مهندسين، بيجي لنا من الشيخ زايد. فقلنا نوفر لهم المشوار كله ونعمل لهم فرع ليهم كلهم، وبتاع التجمع لاهل التجمع والرحاب ومدينتي ومصر الجديده. الله يبارك فيك. طبعا يعني من احلى الفنانين اللي اتعاملت معاهم وعشره عمري طبعا الفنانه الجميله وفاء عامر. عشره عمري حوالي 17 سنه. كل الشغل، اي مسلسلات كلها الشغل بتاعي انا اللي بعمله. انا بركب احدث تركيب شعر على مستوى العالم كله، في حاجه انا مخترعها انا بنفسي. طبعا بعيد عن اللزق والدور فيس والهير توك والنانو والكريستال وكل اللزق ده. احنا طريقتنا الشعار بتاعنا اسمه بدون لزق وبدون خياطه وبدون كليبسات. هو ده بقى اللي نفسي اساله لحضرتك في السؤال الثاني. تمام. بما ان حضرتك عندك براءة اختراع، حاجه ما حدش عملها، تمام. ممكن تكلمنا عنها؟ موضوع الشعر بقى ده. الحمد لله. هو موضوع الشعر، انا بركب شعر بقالي 25 سنه. طبعا زمان كانت الناس بتركب بالشمع، ما كانش لسه المسميات اللي طلعت دي دلوقتي، دوفيس والنانو وكريستال، ما كانش لسه طلعت المسميات ديت. فحبيت ان انا اخترع حاجه في نفس الوقت ما تاذيش شعر العميله. انت عارف حضرتك لما حد بيركب شمع ولا لزق عفوا، لما بتيجي تعمل الريفيل بتاعها شعرها معظمه بيقع بيتدمر في الفك بالذات. احنا الحمد لله طريقتنا لما بنيجي نعمل الريفيل بتاعنا بعد شهر او 2 أو 3 على حسب ما شعرها بيطول. احنا لما بنركب بيبقى في يعني بعد ما بيبقى في عقله صباع ما بينها وما بين التركيب بتاعنا. طبعا ما فيش حاجه اسمها تركيب دائم، احنا مش بنزرع، عشان في ناس بتسمع عن تركيب دائم. مفيش حاجه اسمها تركيب دائم، ولا احنا بنحدد شهر ولا 2 ولا 3 ولا 6. يعني حضرتك تقصد من كلام حضرتك ان احنا ليها ريفل، مش اكيد حاجة طبعا. forever. اي تركيب على مستوى العالم كله ليه ريفيل، مهما كان التركيب ليه ريفيل. حضرتك بيبقى تقريبا توقيته قد ايه؟ ولا يعني ممكن حسب؟ مثلا على حسب العميله شعرها بيطول كل قد ايه. في عميله بتقعد 3 اشهر، في عميله بتقعد 4 اشهر، في عميله بتقعد شهرين. اقصى حاجه 4 5 اشهر. ما فيش حاجه اسمها يعني 6 اشهر سنه دي او مدى الحياه دي مش موجوده. يعني الكلام ده انا ما بنصحش بيه. يعني في ناس انا ما يعني في ناس تيجي تقول لي مدى الحياه، ولا ما فيش حاجه اسمها مدى الحياه 6 اشهر. طب انا اعرف منين حضرتك هي تقعد 6 اشهر ولا؟ الموضه طول ما يعني احنا طول يعني عارفين ان احنا طول عمرنا الصيف عامه بيحب الالوانات الفاتحه، البلوندات، الجريهات، الزيتي، اللي على قاش، كل الالوانات الفاتحه بتاعت الصيف. الشتاء طبعا احنا بننصح بالالوانات الغامقه، البنيات، الاسود طبعا كل الناس عشان نخش الشتاء. في ملحوظه ثانيه برضك عايز اعرفها حضرتك، اللي احنا لما بتيجي العميله عاوزه شعرها تعمل شعرها بلون، ما بننصحش بالتفتيح في شعرها. يعني احنا ما بننصحش بالتفتيح في شعرها، بنعمل اللون في الاكستنشن بتاعنا. الحمد لله بنجيب شعر طبيعي 100%، بنجيبه اسود وبنفتحه لدرجات البلوند. الحمد لله مش بنجيب شعر بلوند وبنركبه زي ما هو. اللي احنا ما بننصحش بالشعر اللي هو اللي بيجي جاهز دوت، ده ما بيبقاش شعر طبيعي، بيبقى شعر مصنع. مش يعني في شعر مخلط وفي شعر مصنع. ده شعر مصنع احنا ما بننصحش بيه. احنا بنجيب الشعريه الطبيعيه البيور من اسود وبنحولها للبلوند. في نفس الوقت بيحافظ على شعرها لما تيجي تفك وتركب، او حابه تعمل لون. ما بنصحش ان هي تفتح شعرها. لما تفتح شعرها هيتدمر، لكن لما فتح في الاكستنشن شعرها مش هيتدمر ولا هيحصل له اي حاجه. وفي نفس الوقت يوم ما يحصل له حاجه هنشيله وهنركب غيره.